سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة بعد الطلب المتكرر من طرف الزبائن تاعي والمتابعين تاعي. حبيت ندير لكم هاد لاغوسات قبل دخول الشهر الكريم رمضان. شبح الصفراء ما كاش اللي ما يعرفهاش. انا كنت اول مره، يعني ما نكذبش عليكم، اول مره جربت معكم هذه الطريقه، وباذن الله راح نولي نخدمها سور كوموند. هنا شريت البنات اللوز ب35,000، خرجت لي هذيك الكميه. الكيلو ب180,000 شريته من لي زالي. هنا درت 3 كيلات بهذاك الكأس الصغير لوز مرحي، ودرت كيلو نصف كيلو سكر عادي. خلطتهم من بعد هنايا جبت 4 بيضات، وفي الاخير خدمت غير ب3، ماشي البيضه كامله كما راكم تشوفوا. راني نفصل في البياض على الصفار، نخدم يعني نلم هاد لاباط بالصفار، وهذاك بيض البيض نخليه نخدم به يعني باش نقلي به شباح نتاعي. كما راكم تشوفوا قلت لكم هنايا حطيت 3 بيضات. نتوما عينكم ميزانكم، اللي حابه تدير كونتيتي كبيره تضاعف فقط، يعني تكبر الكيله نتاعها، وصفر البيض عينها ميزانها. ونبدا نطم في هذيك لاباط نتاعي كما راكم تشوفوا، نعجنها جيدا باش يدخل لي السكر في اللوز والبيض ويجيني معسل. البنات اللي حبت تخدم سور كوموند تواصل معايا على صفحه الفيسبوك غاتو ماروسكي، ولا تخلي لي تعليق في اليوتيوب، راني رايحه نرد عليكم ان شاء الله. ونكمل البنات نعجن كما راكم تشوفوا. هاد لا كونتيتي راح تدير لكم قيس 3 خطرات. اصلا هو يطيب مع الفواكه المجففه، يعني ما نحطوش بزاف، نخليه يرتاح لو طون اللي درت يعني خدمه خلاف. ومن بعد نجيب كيس بلاستيكي ونفتحو هذيك لاباط نتاعنا. لاباط تاعنا يا البنات نفتحوها مش خشينه بزاف مش رقيقه، نفتحوها متوسطه يعني يجينا شويه عالي. انا هنا كنت فتحتها شويه رقيقه، وليت نلم فيها باليد، يعني نعاود ندخل فيها هكا نطم فيها. من بعد جبت هاد المول تاع البلاستيك بزاف مساعد، خير من هادوك اللي جايين كل وحده وحدها تاع الحديد. عجبني بزاف يعني بخاتيك هاد المول. شوفوا كيفاش هنا في الاول كي طبعت جاوني شويه فقط هابطين، ومن بعد في الخطره الثانيه عاودت عليتهم على هادو. عذرا على صوتي يا البنات، والله راني مريضه في حاله، وحبيت نشارك معكم هذه الوصفه مادام رمضان على الابواب. بلا ما تنساو المشاركه في القناه، وبلا ما تنساو تاني اللايكات، يعني ماكم خاسرين والو كي تدخلوا وديروا لايك. انا مانيش ندي في الدراهم على هذه القناه، يعني ما راكم خاسرين والو. الخير وماهوش غير بالدراهم يا ناس. كما انا راني نتعب ونمد لكم في سر المهنه ونطيح ونوض على جالتكم، نتوما تاني ما تبخلوناش من الجام. بعد ما نكمل هاد لاباط كامله، نجيب البياض تاع البيض تاعي كنت ستفتهم هنايا، ونحطهم في البياض، ونكون ديجا صدرت الزيت قاعد يسخن، ومن جهه حطيت بلاطو فيه بابيي. هنايا كاين اللي يدير الطريقه تاع يحطهم طول يتقلاو من البيض للمقله. هنا البنات سورتو لي اول مره راح تجربوا، اي ما راحش تصلح لكم، ولكن تجيكم البياض تاع البيض هذاك راح يطيب ويدير لكم البيوضه تاع البيض، وراح يديرونجيكم، وكي تجيو باش تقشروا الحبات يفسدوا لكم. مالا ديروا الطريقه هذه تاع السيرفييت،
حطوهم فقط هكا فوق السيرفيت بعد ما تقطروهم، ومسحوهم مسحه خفيفه فقط، وحطوهم في المقله. هنا راح نديرو زوج خطوات، ما راحش نحمرهم هنا في المرحله الاولى، راح نطيبهم نص طياب، يعني نخليهم شويه صفر، نحيهم كما راكم تشوفوا، نحطهم في الكسكاس يقطروا. بعد ما طيبتهم كامل نص طياب، نعاود نفرغهم في صحن خلاف فارغ، لاني راح نحتاج هاد الكسكاس باسكو راح نزيد نقليهم المره الثانيه. بعد ما فرغتهم راح نزيد نعاود نرجعهم مره تانية للبيض، وندير نفس الخطوه الاولى، نحط في البيض ونعاود نحط فوق لا سيرفييت ونعاود نقليهم. هذه تحمرت لي في الاول لاني بديت بيها، كانت النار شويه زايده، النار ديروها يا البنات شويه ناقصه، خطر ما شكون تزيدوا للنار يتلهبوا لكم. غسات ناجحه 100%، سورتو البنات اللي يحبوا يسيوا ويخافوا جربوها وعينيكم مغمضين. هنا انا ما طيبتهاش معكم، خبيتها لرمضان، وباذن الله في رمضان راح نشارككم الوصفه. واللي يحب الوصفه نتاع طاجين الحلو بدون لحم اني درتها لكم من قبل، شوفوا فقط في لي فيديو اللي قبل هذا. وهكا كنا عاود نقليناهم، شوفوا كيفاش عطاوني هذا اللون دوغي. نحيهم نقطرهم ونرجعهم للكسكاس، من بعد مسحتهم شويه شويه، وهامليكم شبح الصفرة تاعي كيفاش جاوني يهبلوا ما شاء الله. نتمنى عجبتكم الوصفه وكانت خفيفه ظريفه عليكم هاد لا فيديو. بلا ما تنسوا اللايكات. دمتم في رعايه الله وحفظه.